من كتر ما هي كريميه تقدروا تعملوها معامله الكريمه بالظبط. التوميه ليها 3 طرق، هوريكم طريقتين. اول واحده طريقه المحلات اللي هي بالنشا، هحتاج 4 معالق كبار هرميين من النشا. مختلف اللي احنا هنعمله عن المحل ان احنا هندوبهم في كوبايه لبن مش كوبايه ميه، اللبن بيخليها غنيه وكريميه اكتر، بس برضو تقدروا تعملوها بالميه. المهم بس اللبن والنشا بتدوبوا على البارد الاول، بعدين بنشغل النار عليها، نار هاديه، تقليب مستمر لحد ما يكون عندي قوام عامل زي كده. هنقلها بقى على حاجه واسعه علشان تبرد معايا بسرعه، واغطي وشها وادخلها التلاجة. مهم جدا ان هي تسقع قبل ما نشتغل فيها. مش محتاجه اكتر من 5 فصوص توم. لو عملت توميه قبل كده وحسيتوا ان هي فيها مراره وافتر تيست كده، فده بسبب الراس والقلب الاخضر اللي بيكون جوه التوم. وانا بحب اهرس التوم قبل ما احطه في الكبه. في الكبه بقى هنحط خليط النشا والتوم، نص معلقه صغيره من الملح، وكوبايه من الميه، وعصير نص ليمونه. هنضرب كل ده في بعض كويس لحد ما يبقى عندي قوام كريمي كده. محتاج كوبايه من الزيت، نقوا اكتر زيت لونه فاتح في السوبر ماركت. هنشغل الكبه على اقل سرعه وانزل بالزيت سرسوب كده لحد ما اخلص الكميه كلها. بعدين اشغل الكبه دقيقتين كمان على اعلى سرعه لحد ما يكون عندي توميه كريمي كده. اما النوع التاني نوع مش كل الناس بتحبه، بيتعمل بالبيض. اهم حاجه يكون عندي البيض مبستر عشان محدش يقول لي سالمونيلا. نفصل الصفار عن بياض، واول حاجه نعملها هنعمل كاسترد بالصفار عشان ما نهدروش. همسح الكبه بتاعتي بنقطه خل او نقطه ليمون، وبعدين هنزل بياض البيض، توم، نص معلقه من الملح، ونص معلقه من عصير ليمون، ما تكتروش. اضرب كل ده تقريبا 4 دقايق لحد ما تلاقوا البيض عندكم مسك كده. نفس كوبايه الزيت هنزل سرسوب، وبعدين لما اخلص الكميه كلها هعلي السرعه واضربها دقيقتين كمان. التوميه دي ميزتها ان هي فلافي وناعمه ولونها فاتح قوي، عيبها ان هي صلاحيتها 3 ايام تقريبا في الثلاجه. ممكن بقى نعمل شويه اطعم، اشهر حاجه السبايسي توميه، نضيف لها معلقه هريسه او اي هوت صوص عندنا. تاني نوع بقى المفضل بالنسبه لي توميه مع دبس رمان. الميكس ده مع بعضه مش طبيعي. هسيب لكم تفاصيل كتيره في الكابشن، ما تنسوش تقروا.